السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شوف بس النضاره دي عشان تعرفوا تشوفوني، انا لسه قايم اصلا من النوم. قبل اي حاجه عايز كل اللي بيتفرج على الفيديو دوت صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش طبعا تعمل لايك للفيديو دوت، وعايزك قبل اي حاجه تكمل الفيديو ده للاخر لان الفيديو ده يختلف عن اي فيديو انا عملته قبل كده. مفيش اي سكتش خالص النهارده، دوت فلوج تاني مره مع الاعلامي احمد يونس. طبعا اللي ما شافش الفلوج اللي عملته معاه قبل كده في معهد الاورام الصوره بتاعته اهي. لو دخلت دلوقتي على القناه عندي وقلبت في الفيديوهات كده وخدت لفه محترمه يعني هتلاقي الفيديو، وهتلاقي فيديوهات تانيه حلوه برده ممكن تتفرج عليها. النهارده يوم 26 يناير 2024، والنهارده حفل توقيع في معرض الكتاب بمناسبه الروايه الجديده بتاعته بعنوان القاسم او القسم، يعني لغايه دلوقتي بتلخبط في اسمها، بس هي عموما الروايه الجديده لنادر فوده الجزء الثامن. والناس اللي متابعه احمد يونس وبتحب الرعب برده كان في فيديو من 6 شهور كنت عامله يعني فيلم قصير كده بعنوان شيئين في المنزل، الصوره بتاعته اهي. ولو دخلت برده في القناه وخدت لفه محترمه هتلاقيه. مش عايز اطول عليكم بقى، يلا بينا نروح لاحمد يونس. لا لحظه واحده، انت عملت اشتراك في القناه صح؟ اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، بس بسيطه اهي. يلا بينا. بعيدا بقى عن الهزار او اي حاجه، فحقيقي دي من اجمل الهدايا اللي انا شفتها في حياتي. اللي عامل الهدايا ديت جنه عاملاها ليونس، فبجد عظمه وتسلم ايدك، واكيد هو هيفرح بيها قوي لان الهديه فعلا بتدل على كميه حب رهيبه، فبجد تسلم ايدك. طب يا جماعه طبعا التذكارات 5 جنيه، الحاجه الوحيده اللي رخيصه في المكان ده. وانت عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله تمام زي الفل. طبعا دوت يعني اي شله عموما بيبقى فيها يعني ايه ابطأ واحد في الشله، فانتوا فهمتوني صح؟ أيوة. فده اخويا البطيء بطيء جدا. الله يخليك. عامل ايه يا بطيء؟ الله يخليك اخويا والله. هنا بقى كنت بدور على كتاب معين بس للاسف لفيت عليه كتير وما لقيتوش، فقلت مش مشكله انا اتمشى شويه في المكان وبعد كده بقى ندور على نادر فوده. للاسف نادر فوده دورنا عليه كتير جدا، فين لغايه ما لقيناه. واخيرا لقينا نادر فوده. طبعا دي كل كتب نادر فوده ديت عمارة الفزع، في العين الثالثة طبعا العذراء بتكون معانا، طبعا القاسم. احب اقول لك ان انا جاي عشان اشتري كتاب تاني خالص. ايه بقى؟ انا جاي اشتري قصه رومانسيه. مالك يا حاج قرفان مني كده زي ما يكون في حبهان تحت ضرسك؟ ليه القرف ده كله؟ انت خدت الرواية؟ وطبعا بعد ما اشترينا الكتاب خرجنا بره لان يونس هيكون موجود الساعة 3 وهيوقع على الكتاب. طبعا انتوا شايفين الدنيا كانت زحمة جدا لدرجة ان احنا قعدنا فوق ال5 ساعات وزيادة. بصوا الحمد لله احنا فضلنا واقفين من الساعة 2 لغاية الساعة كام دلوقتي؟ 5 وي. الساعة 5 وي. احنا لو هنعدي معاه بالرفح كنا عبرنا. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. كنا رحنا المطعم اسهل صح؟ كنا رحنا المطعم اسهل. يابا انت فاكر ايه؟ يا اسطى انا واقف انا والراجل ده من الساعة 2:30. ده انا مصحي من الساعة 6 الصبح ولا من الساعة 7؟ مصحيك من الساعة كام؟ الساعه 7. الساعة 7 متمطر. نزلنا الساعة 10 وركبنا. انا جاي لي محظوظ. انا اول مرة اشوفه دلوقتي. أول مرة كان عندنا في الشرابية من 4 سنين. يعني عندكم الشراوية اصلا يعني انا تخيل انت حط نفسك مكاني، انا ايام الناس اللي اجيب فطار لقيته قاعد بيصور حلقة من اتوبيس السعادة. طب حلو والله انا مع الست اللي اجيب منها الطعمية اصلا والمصحف. تاني مرة بقى كان في معهد الاورام 22 سبتمبر. ايوه بقى يا عم بقى. لا انت مشهور بقى. جماعة احنا بنموت يا جماعة، الدنيا بتمطر احنا بنموت حرفيا. فيها يا جدعان
مالكوا يا جدعان في حاجه ولا ايه؟ كله يلبس بسرعه يلا. طبعا مش هننسى نمسي على اخواتنا اللي كانوا هيموتوا من البرد حرفيا، بس الحمد لله ربنا كرمهم ودخلوا اليونس قبل ما يموتوا في التلج دوت. قربنا ندخل ها؟ الرب ربنا يسترها. يعني الله يكون في عونهم والله يا احنا اهو داخلين هوبا الله اكبر. يا جت عليه عارفني طبعا. عارفني بعديك. كان عمال يشبع عليا من اول اليوم، بس الحمد لله افتكرني من معهد الاورام، وحقيقي بجد راجل محترم والله. الحمد لله بعد 5 ساعات واقفين قابلنا يونس، طبعا زي ما انتم شفتوا وادي التوقيع اهوت. الى محمد عبد الفتاح، بحبك يا صديقي العزيز، الشربيه ويونس تحت. دخله دلوقتي مش عارف الصوت كان واضح ولا لا، كان بيقول لي انا شفتك في، انا فاكرك صح، بيقول لي اسمك ايه بقى؟ قلت له محمد، فبيقول لي ايوه ساعه ما قلت له ايوه الشربيه. قلت له انت حط نفسك مكاني. قايم من النوم نازل تجيب فطار عادي بامان الله، لقيت يونس قاعد تحت بيتك كده. فالموضوع صعب. صورت مع يونس؟ الحمد لله يا شباب تمت المهمه بنجاح. لو انت وصلت لغايه هنا ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ودوت يا جدعان كان فلوج النهارده. طبعا زي ما انتم شايفين الدنيا غرقانه، الجو حرفيا بالموت. نزل علينا لجلك يا احنا في التجمع الخامس وجنب مطار القاهره، فالموضوع حرفيا صعب يعني. الجو يعني انا مش قادر اتكلم اصلا من الساعه. والله كله يقول لجلك يا استاذ احمد. السبت الجاي ان شاء الله في فيديو جديد على اليوتيوب، سكتش بقى مش فلوج، تمام؟ استنونا، ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب. سلام.